بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وفي برنامجنا كل يوم حكاية. النهاردة هحكي لكم أو هتكلم معاكم عن ناس ممكن تكون حكاياتهم ما تهمكوش، ممكن بعض منكم بيهموهم. الناس دي أبسط أو أقل حلم لينا بالنسبة لهم بيكون بعيد قوي بالنسبة لهم أصلا. بيبقى مثلا هل المجتمع بيأثر فيهم؟ هل المجتمع بيديلهم حقوقهم؟ الناس دول هم الصم وضعفاء السمع. وفقا للإحصاءات الدولية لقينا إن عدد الصم وضعفاء السمع بيبلغ عددهم 7.5 مليون نسمة في مصر، يعني حوالي 10%. طب هل ال10% دول بياخدوا حقوقهم ولا ما بياخدوش حقوقهم؟ حقهم مهدور. وهل بيقابلهم حاجات تأثر فيهم في نفسيتهم أو بتأذيهم ولا لأ؟ طب نقدر نساعدهم ولا لأ؟ الاتفاقيات اللي حصلت في الأمم المتحدة قررت إن هي أي مؤسسة يدخلها صم أو ضعاف سمع إن يكون ليها مترجم. طب هل موجود الحاجات دي ولا لأ؟ أنا جيت لكم النهاردة علشان يمكن لما نحكي حكاية واثنين وثلاثة أو نظهر في حلقة واثنين وثلاثة نقدر حتى نوصل قصتهم أو حتى إن احنا نقدر نساعدهم. تعالوا نكمل حلقتنا ونشوف من أرض الواقع، وتعالوا نروح نسمع كذا حكاية. وزي ما وعدناكم ورجعنا بحكايتنا النهاردة، ولكن معانا حكاية هي مش بس حكاية، هي مأساة. أسرة كريمة مكونة من 8 أفراد، أب توفاه الله وأم تحمل مسؤولية 6 أبناء، منهم 3 فقدوا السمع والنطق وللأسف البصر. تعالوا نشوف معانا ايه حكايتهم وايه متطلباتهم وازاي نقدر نساعدهم. ويسعدنا نكون مع أحد أفراد الأسرة واللي شايل كل المسؤولية وهي الأم. ازاي حضرتك عامله؟ يسلمك يا بنت، الله يخليك. يسعدنا ان احنا نكون معاكي النهارده. طبعا عايزين نعرف ايه الحكايه بالظبط او ايه اصل الحكايه من بدايتها. انا عيالي دول فهم صغيرين ولغايه يعني سن معين كده وبيجي نظرهم يقل. تمام. طيب ايه المشاكل اللي ممكن تواجههم؟ يعني المشاكل اللي بتواجههم مثلا انا بحس بيهم فنظرهم بيقل، يعني يعدي العيلة عدت 28-30 سنة النظر بيقل. فوديتهم لكل الدكاترة بتاعت الإسماعيلية ومصر، ما خلتش أي مكان. معاش حضرتك مثلا هل بيبقى بيكفي أوضاعهم بيكفوكوا عامة؟ معاش 440 جنيه هيكفي ازاي بقى؟ ده أنا بروح السوق بيهم باجي من غيرهم. طب ازاي بتتعاملي بالمبلغ ده مثلا معاهم او ازاي بيكفيكي؟ وليد شغال في الاستثمار بيساعدني في المصاريف، هو اخوهم الكبير بيساعدني بس هو مش شغال اصلا يعني هو قاعد كده رزق يوم بيوم. ان شاء الله يا حاجه نلاقي حل واحنا معاكي برضو، يعني مش هنسيبك ان شاء الله. نفسي من عيني عيالي يتعالجوا، بس اشوف حل، يعني حد يقول لي في ليهم علاج او ما ليهمش علاج، بس عشان يطمني. بس احنا ان شاء الله نحاول نقدر نعمل الحاجات دي او نوصل لحل. ورجعنا لكم تاني ومعانا الاخ الاكبر وليد، وده بقى مشكلته مشكله كبيره. تعالوا نشوف مشكلته ايه. اهلا بيه. اهلا وسهلا. الحمد لله. هو عنده كام سنه؟ 41 سنة. طيب انا عرفت طبعا هو بيشتغل ايه قصة شغله او هو بيشتغل فين؟ هو كان الاول كان شغال على المكوى، كان واقف على مرحلة تاني فكان بيكويها. كان ايامها مرتبه 1665 بالظبط. هو كان قعد فترة بان هو ايه شغال في المكوى. مكوى بنطلون. هو كان مسؤول عن الثانيه بتاعه الجيب. ده كانت مرحلته ان هو كان في كويه في مرحله بيعملها، فهو على قد كده. حتى بيقول لك المشرفين كانوا بيقولوا انت كويس، انت كويس جدا. كان شاطر في شغله يعني. شاطر. بيروح الشغل ازاي او مين بيساعده؟
هو بيروح الساعة 6 الصبح، بيطلع من البيت الساعة 6 الصبح بيروح على الخميس. بيقول لك بيجي على الساعة 3 بيرجع من الشغل. طيب انا سمعت ان والدته هي اللي بتوديه الصبح، وهو راجع مين اللي بيوديه او بيوصله؟ بجيبه انا برضه ساعات، يجيبوا اخوه. تمام. بتقول والدته الصبح واخر النهار بتكون مستنياه وبتروح تجيبه زي ما حضرتك. يعني ما فيش اي حد من الشغل مثلا بيوصله؟ اللي بتوصله للشغل والدته وبتستناه وبتجيبه تاني. طيب هو بيقبض مثلا من الشغل ده، او المرتب عامه مكفيه او حاجه زي؟ هو عايز يقول لك حاجه. هو الاول كان في قبل كده كان ماشي مع والدته، شدته مره واحده، كان في عربيه كانت معديه كانت هتخبطه، فهو فاكر متذكر الحته دي يعني، بيتكلم في المأساة يعني بالنسبه لمشواره لوحده. بيقول لك الحمد لله بياخد مرتب 2450 وبيحمد ربنا يعني على الراتب يعني اللي هو بياخده. طيب الحمد لله. طبعا انا سمعت ان انت فنان يعني. بيرسم صح؟ بيقول لك انا ابتديت الرسم، بيشاور لك على الرسمه اللي هو في الحيطه دي رسمها سنه 1999. كان عنده ايامها يعني من هو صغير. كان بيقول لك عندي 18 سنه، فكان ايامها كان صايم، بيقول لك كان في رمضان كان صايم، فراح رسم الرسمه بقى عشان يسلي صيامه يعني زي ما بيقول. فابتدى ان هو رسم الرسمه دي. اكتشف بقى ان هو بيعرف يرسم. طب يعني دي هوايه منه وهو صغير. وبيقول لك رسم آية قرآنية قبل كده في 2005. وفي بعدها برضو في رسمة تانية 2006. ورسم رسمة اللي هي صورة كان في حيوان بط وكلام ده، فهو كان رسمها قبل كده في 2006. انت بتقول ان هو ما كانش فاقد بصره، بس المكوى من كتر ما هو عمال يكوي او البخار بتاع ده اثر عليها، فده يعتبر اصابه عمل. طب دي مثلا ما اتكلمتش في المشكله دي مع المسؤولين، مع اي حد؟ هو حسب ما انا اتكلمت مع والدته، قالت لي ان هم فعلا كانوا عايزين يمشوه بعد ما فقد بصره. فعلا ابتدى ان هم كانوا هيصفوه من الشركه، وقالوا لوالدته ان احنا هنعمل له استماره 6 ونمشيه وحقه هنجيب لك المستحقات بتاعته بعدها بكذا شهر. فوالدته يعني قلقت، قالت لا انا مش هعمل كده طبعا، انا حاجه تضمن انها فعلا هتصرفه مستحقاته، لان هو يعني في اتعين في الشركه بتاعت الاستثمار دي من سنه 2000، اتامن عليه في 2003. هي رضيت، مش مشكله ان هي سنتين عدوا من عمره من غير التامين، وهو قاعد لغايه وقتنا ده. هو يعني شغال كفيف وبقاله يعني عدى ال 25 سنه يعني. ومرتبه ثابت زي ما هو؟ مرتبه لا معلش عفوا، من 2000 لحد النهارده ادي 22 سنه. 22 سنه المفروض يعني هو اصابه عمل، المفروض ياخد مستحقاته. المفروض واحد زي ده يبقى قاعد في البيت وبتصرف له معاش واخد مستحقاته كامله. ازاي واحد زي ده كان شغال معاك وهو بصحته كويسه وهو من 5% يعني؟ لا هو بيتهان في الشغل. موضوع مستحقاته، والدته لما راحت كذا مره الشؤون القانونيه كانوا عايزين يمشوه، وهي كانت فعلا قومت محامي، وفي الاخر مع التفاوضات قال لهم خلاص لازم يحضر، لو ما حضرش هنمشيه. طب ازاي؟ ما دي اصابه عمل، ازاي كانوا عايزين يمشوه؟ ما هو المحامي اللي كان معاهم برضو يعني وصل معاهم للمرحله دي ان هو خلاص هيستمر في الرايح ان هو يحضر شغل. طبعا احنا يعني اكيد عايزين نشوف له حل، يعني نشوف له حل ازاي. يعني واحد زي ده قعد عمره كله معاكم في الاستثمار، ولما يجي كمان انت بتقول ان هو من بدري، يعني كمان المفروض مرتبه يزيد، مالوش علاقه خالص انا عندي ناس معرفه، انا اعرف ناس من بقالهم 10 سنين ويعني ما عدوش المده اللي هو قعد فيها، مرتبهم مش اقل من 4000، مش اقل. فهو عنده الموضوع يعني لو هو مثلا لو ربنا كاتب له ان هو بصره هيفضل زي ما هو يرتاح بقية عمره اللي فاضلين له دول. لو ان شاء الله بصره هيرجع، المفروض هو كده اصلا من التامين بتاع الشركه كان المفروض يتعالج على حساب الشركه. طب هل هو بيتبعوا نظام اللي هو الموضوع 5% الناس دول بالذات، ولا الموضوع ده اصلا مش؟ هو في نظري انا
وما اعرفش ده اكيد ولا لا، هما بيتبعوا في الموضوع ده في الراتب بس. لان واحد زي ده قاعد 18 سنه ويبقى الراتب بتاعه 2000 جنيه ولا 2400 جنيه، دي مظلمه لوحدها. لان هو 5%. طب انت ما تدلوش حق ال 5% ليه؟ طيب ما تدلوش حقه ليه؟ حقه ان هو كان يتعالج على حساب الشركه. الراجل كان جاي 5% بس فائض النطق والسمع، بس كان شغال عندك كويس جدا، واصريت بعد ما نظره ما راح هو ما اثرش في شغله يعني. يعني حضرتك لو رحتي سالت مشرفينه زمان، كان اللي هو مشرفينه بقوا مديرين دلوقتي ومديري اقسام دلوقتي، كان مين هو وليد؟ يعني الناس كلها كانت عارفاه. ايه اكتر امنيه مثلا هو بيتمناها؟ بيقول لك بيقول لك وهو نايم ساعات يعني بيبقى فيه اضاءه بسيطه كده بيشوفها بالجنب، بس بسبب النظر بيحس بتعب، يعني ممكن يرشح الكلام ده بسبب ان هو مسافه ما بيشوف ضوء بسيط. هو بيشوف بنسبه بس بالجنب. يعني في امل ان شاء الله، يا ريت يعني في دكتور ساعتها يعني انا قصدي ان هو مش يعني في بيشوف اضاءه بيشوف اضاءه بس. يعني هو يشرح لك دلوقتي وهو طريقه فتره وقت النظر بيشوفها ازاي من الجنب. بيبص من الجنب، مش بيقول لك انا شايف الحته دي. بيتكلم بيقول ان هو اول ما بيفتح عينه بيشوف ضوء تمام، وبعد كده كأن العصب بيرخي بيأثر بيروح الدنيا بتروح مقفله في وشه تاني. يعني بيقول لك بيتكلم ده اول ما بيفتح عينيه بيلاقي فيه ضوء، شايف النور، بعد كده بيهدى. ان شاء الله طبعا هيكون لنا حل، وان شاء الله هنقف جنبك برضو يا وليد. والحمد لله وشكرا يعني. وان شاء الله برضو نقدر نوصل لدكاتره معينه تقدر تساعدك يعني ان شاء الله. معانا الاستاذه ولاء. طبعا انت اختهم صغيره. طيب انا كنت عايزه اعرف ازاي بتتعاملي معاهم، هل مثلا انت عايشه معاهم في البيت ولا بتجيلهم مثلا كل فتره وفتره؟ لا بجيلهم يعني احيانا كل يومين عادي، بنزل مامتي عادي، وممكن يوميا عادي باجي ازورهم بس عادي. طيب يعني بتتعاملي معاهم كل يوم؟ بتعامل معاهم كل يوم. طيب انتي قريبه منهم قوي ولا يعني قريبين من بعض؟ طيب ايه اكتر مثلا من يعني ايه مثلا من كتر ما انتي بتقعدي معاهم او بتتعاملي معاهم ممكن تشوفي مشكله ايه اللي يحصل لهم، او ايه المشكله اللي بتضايقهم اكتر؟ ضعف النظر بتاعهم، يعني ضعف النظر ان هما ما بيبقوش شايفين، يعني ممكن يخبطوا فيا بس مش عارفين اللي قدامهم دي مين، غير بحست يعني من اللمس. يعني انا عندي وليد اخويا الكبير ده بيعرفني بمسكه ايدي. وكذلك الامر برضو محمد مرسي نفس المشكله يعني. طيب انتي مثلا انتي بتشتغلي ولا انتي ايه؟ لا ربة منزل. طيب يعني انتي برضو بتقدري تقضي معاهم اكتر وقت. ولسه معاكم مكملين، ومعانا الاخ الاوسط، ودلوقتي اللي هو المشكله ان هو فقد النطق والسمع، ومؤخرا بدأ ان هو يفقد بصره. هنشوف دلوقتي معانا ايه الحكايه. اهلا بيك. اهلا وسهلا. انت طبعا انا عرفت ان انت ما بتشتغلش او بقول لك بسبب النظر في هواء. طيب انت ما حاولتش حتى تقدم في شغل او حد مثلا ساعدك ان هو يقدم؟ هو الاول كان شغال في الاستثمار، كان بيقول لك قاعد على مكنه. ده امتى؟
بيتكلم بان هو من 5 سنين كان في شركه ومشوه برضه بسبب ان النظر ابتدى ان هو يضعف. كان واقف على مرحله مكوى وبعد كده راكب قاعد على مكنه برضو مكوى. وبعد كده راح اخر شغلانه راح شركه تبع الاستثمار ومشوه. هما اللي مشوه، لكن هو طبعا ما مشيش مع نفسه طبعا. مش بسبب ضعف نظره. طيب ازاي مع ان هو في اخ ليه ان هو كان عادي يكمل؟ طب ليه مشوا الاخ؟ يعني على محمد ان هو راح الشركه مؤخرا، ما ابتداش من زي ما وليد ما عمل. وليد بادئ من بدري، لكن محمد تمام. طيب لكن دلوقتي مش شغال خالص يعني. طيب ده انا عرفت طبعا انت بتربي حمام فوق وعندك الهوايه دي. عنده الهوايه بتاعت الحمام دي من زمان. بيقول لك من فتره هو عنده في مره الحمامه بتطير من قدامه، يعني الجناح خبط في جفن عينه من جوه. يعني هي عملت لك مشكله في عينك؟ يعني اثرت على عينيه اكتر، ان هي بيقول لك ملغوشه. يعني المشكله حصلت في يعني مثلا مشكله عينيه دي حصلت بسبب الحمامه دي ولا بسبب الشغل اللي كان فيه برضو؟ هو ابتدى بيقول لك ابتدت النظر يضعف عنده من 2005. ابتدى ان هو يشوف يعني تأثير النظر. بس موضوع الحمام ده بيقول لك من 2009. من 2009 الموقف بتاع الحمام ده. نظره بيقول لك يعني هو دلوقتي بالنسبه للنظر ان هو نظره ابتدى ان هو ينزل. بيتكلم يعني على العشه الغيه بتاعته. يعني بيشوف مكان الجواز او بيبص من قرب، لازم يكون مقرب للحاجه. طبعا برضو احنا هنحاول ان احنا نساعدك في الموضوع ده ونقدر حتى نلحق الموضوع ده. يا ريت يعني يا ريت هو بالنسبه ان هو لما بيطلع الشارع بالذات في الليل ما بيشوفش العربيات او موتوسيكل معدي. يعني هو عشان بصره بيبقى من قريب. في النهار احتمال شويه، بس في الليل بيبقى عنده صعوبه. لازم حد يساعده، لازم حد يمشيه بالذات في الليل. ده بالنسبه هو بيتكلم على العين التانية دي اللي هي اللغوشه اللي بيحس بيها. طبعا غير اللي هو يعني هو عنده عين وعين. عين في بصيره بسيطه، والعين اللي هي خلاص يعني تعبه قوي. عايز حاجه في النادي. بيقول لك من التعب والهموم نفسه ان هو يحاول ان هو يبتسم ويضحك. ورجعنا لكم تاني ومعانا الاخ الاصغر، ولكن حكايته مختلفة شوية. هو بيجري وبيسعى علشان خاطر ان هو يلحق نفسه او ما يوصلش لنفس مصير اخواته. تعالوا نشوف ايه الحكاية. اهلا بيك. هو مرسي يعني بيسلم على حضرتك، بس هو دخل في الموضوع على طول يعني. بيتكلم انا وقال لي انا رحت لكذا دكتور وراح كذا مكان يعني بالنسبه للنظر، وكان عايز يلحقه يعني. طب انت عندك كام سنه يا مرسي؟ 35. 35. طب انت ما اشتغلتش مثلا او الاول كان شغال في شرم الشيخ فتره كورونا رجع. هو مكمل تعليمه صح؟ مخلص قسم سباكه يعني. هو خلص مدرسته وطلع زي ما نظام مدرسه الصم، طلع
قسم السباكه. طيب انت طبعا انا سمعت انت بتروح وبتسافر وبتيجي علشان خاطر ما توصلش للمصير بتاع اخواتك. بيقول في مره في دكتور راح قال لهم انا في عمليه ممكن تتعمل بس خايفه، يعني خايفين خايف من النتيجه. لا هو الدكتور اللي خايف. الدكتور قال له هو عايز يعمل عمليه. هو الدكتور قال لهم ان ليه عمليه، بس خايف عشان خاطر ممكن يجرح له القرنيه او كده، فهو قال انا موافق بس اعمل لي العمليه. هو طبعا من تشخيص الدكتور طبعا وصل لاهله ان العمليه ممكن يعني هيبقى فيها ضرر، فهم خافوا عليه. هو طبعا هو مصر ان هو قال مش مشكله اعمل العمليه، بس هو الموضوع كله ان اهله لما طبعا الدكتور شخص له حالته ان هو ممكن يبقى فيه ضرر بعد يعني العمليه اللي هتتم له، خوف بس اهله عليه، بس ده اللي عطل الموضوع. وبيقول لك انا رحت لدكاتره كتير وصرفت، يعني انا بروح لكذا دكتور وبصرف. بيقول لك انا تعبت انا زهقت من التفكير ومن الزهق في عندي نفسه، يعني هو ان هو يظبط شقته، نفسه يتجوز، نفسه يلاقي له دخل ثابت. هو طول اليوم قاعد في البيت، بيقول لك انا زهقان من قعده البيت. لكن ملوش اصحاب، يعني ما فيش مثلا ينزل يقعد مع اصحابه بره يخرج. بيقول لك زمان كان ليا اصحاب وكنت بروح وباجي وبتكلم معاه، كان بيروح الجمعيه، كان بيبقى في تعامل بينه وبين اصدقائه يعني. فهو بيقول لك من كتر من ساعه ما خلاص ابتدى نظره ان هو يضعف، اجي اتكلم معاه يعني بيتكلم مع اصحابه، فخلاص ان هو يخليهم يعيدوا الكلام انا اصح، فانا هو مش شايف هو بيقول له ايه، فابتدى ان هو يبتعدوا عنه اصدقائه الصم اللي زيه. نفسه ان هو يتعالج لان هو شايف دايما ان الاضاءه عنده بيضه. هو حتى بيشاور على في قطره كان بيستخدمها، كان دايما بيحطها فكانت بتتعبه. يعني حتى القطره اللي حتى لما الدكتور كتب له علاج اصلا كان بيتعبه جامد. ان شاء الله يا مرسي هنلاقي حل وتلاقي كده بنت كويسه تتجوزها وتكون بيت طبعا هتعزمني على الفرح صح؟ بقول ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. شكرا. ومعانا الاخ الاكبر، نتعرف بحضرتك. وائل عبد الواحد مرسي. طبعا ربنا يعينك في الحاجات اللي انت بتعملها والمسؤوليه، بس كنا عايزين نعرف بقى ايه بتقدر تتعامل معاهم ازاي، بتقدر تساعدهم ازاي، طريقه الحوار ما بينكم او التواصل ما بينكم بتكون ازاي؟ هي المعامله بتاعتهم معامله عادي، بس هما بيجي لهم وقت كده ساعات بيتعصبوا وبيبقوا عصبيين وبيبقى خلقهم ضيق. طبعا هم يعني مش مولودين كده زي ما الحاجة قالت، فنظرهم بدأ يقل، وكل ما بيكبروا في السن نظرهم بيروح. يعني عندي 2 دلوقتي ما بيتحركوش من قدام الباب، ما فيش الا الصغير، وبرضه نظره بدأ يقل اليومين دول، بقى يقعد برضه في البيت. فاحنا يعني انا كل اللي بتمناه من ربنا ان حد مثلا يشوف علاج ليهم. يعني احنا عايزين نعالجهم، احنا جرينا بيهم في جميع الدكاتره هنا في اسماعيليه، ما حدش فادنا باي حاجه. طيب هو حضرتك بتشتغل؟ لا والله انا شغال ارزاقي، يعني انا مش. طيب لكن يعني ما فيش مثلا بتقدر تساعدهم في حاجه او تتعمل؟ والله ربنا بيكرمني بيه بساعدهم بيه، ما فيش يعني مش مقصر الحمد لله. مقصر الحمد لله، يعني لان هم اخواتي، يعني ما اقدرش اقصر معاهم يعني ان شاء الله نحاول نحل المشكله دي باذن الله ونوصل لحل، ربنا يعينك ان شاء الله. وبكده انتهت حلقتنا، ولسه هنكمل لقاءات تانية كتيرة، انتظرونا في برنامجنا كل يوم حكاية. النور مكانه في القلوب، احضن خيوط شمس الغروب، يا تكون قد الحياة يا تعيش وحيد وسط الدروب. اليأس ضعف وخوف جبان، لكن الأمل يفتح بيبان. يا تكون
وسط الدروب. المس خضار الشجر، حس بضياء القمر، انقش قلوب على الحجر على شيء ما تندمش. يمك اوام عدي، امشي الطريق امشي، العمر يروي غير قلبي ما يخافش. النور مكانه في القلوب، واحضن خيوط شمس الغروب.